تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. سألكم بالله، الشيء اللي شفتوه الآن يرضي الله؟ يرضي خلقه؟ أنا لما أرفع صوتي يا أخوان والله أخاف من الله جل في علاه أنه يسخط بنا، إن الله يحرمنا من هذه الموية. ما بيطيل عليك أنت وأنت يا أختي الغالي يلي ما قدرتوا الموية. انظروا معي هذا المشهد. الأخواننا في أفريقيا، معلومة أن أخواننا في أفريقيا هذه الدولة كانت من أغنى الدول، فالآن شوف حالهم. أخشى أن الله يجعلك ويجعلك ويجعلني منهم. انظروا من وين يشربون. والله لو نستمر على حالنا الآن ونتعامل مع هذه الموية كما رأيت كيف ترونها بالشارع، أن يعاقبنا الله جل في علاه. هل تستطيع أن تشرب من مجاري؟ هل تستطيعون أن تشربون من موية تتوضاها الكفرات وتمر من عندها عزكم الله الكلاب والبسس؟ لا والله. ولكن الله غفور رحيم، ومن أسمائه الحسنى رحيم. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واللي حنا نعمل الآن ونتعامل به بالموية والله أنه ذنب، ولكن إن صححنا خطانا بيغفر الله ذنبنا. شوفوا المشهد معي الآن وطبقوه من هجر ومن شكر. انظروا معنا، انظروا يا حبيبي الغالي زي ما شفتوا. شوف شارب نصها وحادفها. الآن يا حبيبي الغالي إذا معك موية لا تحذفها، خلها معك. مريت في شارع لقيت زي كذا مويات ناقصة، لا تحذفها، شلها. أسأل الله أن يرفع بها أعمالك. وش تسوون؟ كل ما مريت من البيت لقيت عنده شجر يا أخي، ما عليك إلا بس يا حبيب الغالي إنك كبها كذا يعتبر سوينا كذا، كسبنا حسنة وشكرنا الله ورفعنا هذه النعمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بهذا المقطع ويجعل صدقة عني وعنه، ويجعل كل من رفع هذه المويات أجل حجة لنا أمام الله. سلام الله عليكم.